النبيين قالوا ايه؟ قالوا كل بيتة الجزار ما تاكلش بيتة بتاع الفطار. الناس الطيبين قالوها عن تجربه، لكن العلم اي كلام. تعالوا نشوف العلم قال ايه. ساعات بنلاحظ ان اسعار اللحوم المستورده اللي هي الانجوس والواجو، اللحوم دي غاليه. من اسباب غلاء اللحوم ديت عمليه اسمها التقطير، بتتعمل بقى. التقطير ده ليه عده فوائد كتيره جدا. اول فوائده ان هو بيعمل حاجه شبه اوعيه للحمه، بيحفظها وما بيخليهاش يتكون فيها بكتيريا. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بتكسير الجليكوجين اللي موجود ما بين عضلات الذبيحه والدم. الجليكوجين ده لما بيتكسر بينتج عنه يعني عامل حمض اسمه اللاكتيك. اللاكتيك دوت عباره عن زي حفاظ، صفيحه دمويه بتحافظ على اللحم من بره، بتحافظ على العناصر الغذائيه من جوه. ده بيحصل لما يحصل عمليه الاكسده للحوم. لما بتحصل عمليه الاكسده للحوم بتبتدي اللحمه